إخوة الأخوات، السلام عليكم. مرحبا بكم في بودكاست 11 هذا البودكاست درناه باش نهضروا على كرة القدم الوطنية، المباريات والمنافسات اللي كتخص يعني المنتخبات أو الفرق الوطنية. وكذلك في بعض الحلقات من حين لآخر غادي نتحدثوا على كرة القدم العالمية، المنافسات القارية الأخرى اللي كتستأثر باهتمام المتابعين لكرة القدم. فمرحبا بكم. وهذه الحلقة هذه الأولى غادي نخصصوها للحديث عن الحدث القاري اللي كتحتضنه بلادنا اللي هو كأس إفريقيا. هاد كان هذه وصلت للدور الثمن النهائي. عرفنا شكون هما 16 فريق اللي غادي يتباراو في هذا الدور هذا. والحلقة ديالنا غادي نخصصوها لجوج ديال المحاور. المحور الأول غنتحدثوا على أهم إحصائيات اللي خرجنا بها من خلال الدور الأول ديال لاكان. الدور هذا اللي سجل تسجيل 87 هدف، وعندنا حاليا ثلاثه ديال اللاعبين اللي هما هدافين ديال الدوره. اثنان منهم في لاعبه في المنتخب الوطني، الكاري وابراهيم دياز. وكذلك عندنا رياض محرز مهاجم المنتخب الجزائري اللي عنده ثلاثه ديال الاهداف، اللي عندهم ثلاثه ديال الاهداف. وإلا خدينا بعين الاعتبار ايضا المساهمات، كنلقاو بان لوقمان ولايل ديال لافريك دو سود اللي عندهم 4 ديال المساهمات. بالنسبه للتنقيط، كنلقاو بان كاكوتا ديال ار دي سي خدا اعلى تقييم في هذه الدوره، في هذا يعني الدور الاول ديال لاكان. وانا شخصيا عجبوني بزاف ديال اللعابه، مي اللي ثار الانتباه ديالي هو اماد ديال لا كوت ديفوار، لاعب ديال مانشستر يونايتد، اللي بين على واحد النضج يعني تكتيكي. كنتنبأ انه يقدر يكون مفاجاه ديال هاد الدوره، وعلاش لا ياخذ لاعب احسن لاعب ام في بي ديال هاد الدوره هادي. هادشي بالنسبه يعني الاحصائيات الفرديه. بالنسبه للاحصائيات الجماعيه، كنلقاو بان منتخب نيجيريا ومنتخب السنغال كانوا متميزين في هذا الدور الاول، خصوصا المنتخب النيجيري اللي سجل اكبر عدد من الاهداف. السنغال تميزات يعني بكونها الفريق اللي دار بزاف ديال المحاولات، مي عندهم هذا المشكل هذا ديال النجاعه الهجوميه، اللي يقدر يكون يعني احد العوامل اللي ما تخليش السنغال تربح هاد لاكان. نيجيريا كذلك عندها قوة هجومية، مي عندها يعني واحد النقطة ضعف اللي الجميع لاحظها، اللي هي أن يعني 15 دقيقة الأخرى كنشهدوا واحد التراخي ديال الفريق. واش تراخي، واش فرط في الثقة، واش استراتيجي باش اللاعبين يحافظوا على اللياقة البدنية ديالهم، الله أعلم. هادشي غادي نكتشفوه جميعا في الأدوار المقبلة، مي كيبقاو فروق يعني مرشحه باش دي هاد لاكان 2025. احصائيه اخرى اللي ثارت الانتباه ديالنا هي لا بوسيسيون. يعني نيجيريا والمغرب كان عندهم اكبر نسبه ديال الاستحواذ على الكره، اكثر من 60%. المنتخب المغربي في مثلا في ماتش ديال القمور راه فات 70%، كذلك كنظن في الماتش ديال زامبيا. دونك هادو هما الفرق اللي عزيز عليهم يكون عندهم استحواذ على الكره. مي الاستحواذ ما كيعنيش بطبيعه الحال انك تربح، خاص انك تخلق فرص، وخاص انك تسجل هذه الفرص هادو. فهادو كانوا اهم احصائيات ديال الدور الاول. بالنسبه للموضوع الثاني اللي هو التوقعات ديالنا الدور الثمن النهائي ديال لاكان، فعندنا 16 عفوا 8 ديال اللقاءات. بالنسبه لي واحد 4 ديال الماتشات اللي المتاهل يعني معروف مسبقا، واخا هذه كتبقى كرة القدم، ولكن هاد الفرق هادو عندنا 4 ديال الفرق اللي الحظوظ ديالهم كبيره باش يدوزوا لدور الربع النهائي. فنشوفوا الجدول وناناليزيو ماتش باغ ماتش، ونعطيكم التوقعات ديالنا لهاد اللقاءات هادو. ففي هاد نصف الجدول عندنا هنايا 4 اللقاءات، جوج اللي بالنسبه لنا يعني فريقين عندهم حظوظ كبيره باش يدوزوا لدور الربع النهائي. عندنا اللقاء ديال مصر امام البنين. مصر كتبقى مصر يعني متمرسه مع يعني الاجواء الافريقيه، واخا حنا لاعبين يعني في المغرب في اجواء تقريبا اوروبيه، ولكن مصر عندها ديك التجربه ديال لاكان، يعني اللعابه ديالها فوا كيدخلوا
الدوره ديال كاس افريقيا كتشوف واحد ليسبري واحد اخر. دونك انا بالنسبه لي مصر كتبقى حتى هي من المرشحين الكبار لهاد لاكان 2025. دونك امام البنين كنظن بان حظوظ وافره للمنتخب المصري باش يدوز الربع النهائي. اللقاء الثاني اللي بالنسبه لي انا يعني حظوظ كبيره الفريق السنغالي انه يدوز امام السودان. المنتخب السوداني اللي يعني عنده مقومات محترمه، عنده يعني لاعبين باش يكون منتخب ديال المستقبل القريب. آه، يمكن الجانب التكتيكي كينقص المنتخب السوداني، ولكن يعني امام السنغال كنظن بان الحظوظ ديالهم ضعيفه باش يدوزوا. يقدر تكون مفاجاه، ولكن السنغال كتبقى يعني مرشح كبير لين هذا اللقب، وكنظن بانهم آه، في الكاس السابقه كانوا تخسروا امام كوت ديفوار، كنظن في نفس الدور ما غيبغيوش يعيشوا نفس النكبه. كنظن بانهم غيكونوا مركزين باش يدوزوا لدور الربع النهائي. دونك هادو هما الفريقين اللي بالنسبه لي انا في هذا النصف الجدول اللي عندهم حظوظ كبيره باش يدوزوا الربع النهائي. لقاءان اللي بقاو كاين مالي امام تونس وكوت ديفوار بوركينا فاسو. انا بالنسبه لي هادو جوج لقاءات اللي 50 50، ما كاينش يعني آه، مرشح فوق العاده باش يدوز في هاد اللقاءات. مالي امام تونس. تونس كتخرج من فتره صعيبه، الدور الاول صعب جدا خصوصا على الجانب النفسي. اللاعبين تاثروا نفسيا بالانتقادات اللي تعطات لهم في بعد اللقاء امام تنزانيا. والحق يقال يعني الشوط الثاني كانوا ضعاف بزاف، يعني المنتخب التنزاني كان قاب قوسين انه يربح هذا الماتش هذا. مالي فريق محترم للغاية. شفناه أمام المغرب، يعني قدم مقابلة رائعة. آه، المغرب حتى هو حنا المنتخب ديالنا خلا فيها كما كنقولوا، ولكن هادشي ما كيمنعش اننا شفنا منتخب مالي متماسك، كيعرف يخرج بالكره، كيعرف يديفوندي لا زون كما كنقول، كيدافع مزيان ويخرج بالكره مزيان ويدير محاولات. ف انا كنظن هذه المقابله غتلعب خصوصا على الجانب النفسي. كنظن بان مالي عندها افضليه على منتخب تونس. في اللقاءات بيناتهم راه يعني كاين واحد تكافؤ ما بين الفريقين. كانوا لعبوا شي 7 الماتشات ولا 8، مي تونس ربحت 3 المرات، مالي ربحت 2 المرات، ولكن تونس اغلبيه ديال الماتشات ربحت شي 2 ماتشات في يعني 2 لقاءات وديه. ولكن في يعني في المنافسه الرسميه كتلقى ديما مالي هي اللي عندها السبق. بالنسبه للقاء الثاني كوت ديفوار بوركينا فاسو، انا كنظن بان كوت ديفوار بينت على مستوى عالي في الدور الاول، بوركينا فاسو كذلك. نقدروا نقولوا واحد 60% لكوت ديفوار، ما نبقاوش 50 50، نقدروا نقولوا واحد 60% كوت ديفوار. مي يعني كفه يعني كترجح ما بيناتهم بجوج. بوركينا فاسو هي عندها فريق محترم، لاعبين متمرسين، و يعني اللي غيفوز في هذه المقابله هذه غيكون منافس قوي للمنتخب المصري في دور ربع النهائي. هذا هو يعني التوقعات ديالنا بالنسبه للنصف الجدول ديال دور الثمن النهائي. بالنسبه للنصف الثاني عندنا كذلك منتخبان اللي كيبرزوا وعندهم حظوظ كبيره باش يدوزوا الدور ربع النهائي. عندنا بطبيعه الحال المنتخب المغربي امام تنزانيا. كنظن بان ما نهضروش على عامل الارض والجمهور، ما نهضروش على يعني اللقاءات السابقه بين المنتخبين. لعبنا تقريبا شي 7 الماتشات ضد تنزانيا، خسرنا ماتش واحد 2013، و6 الماتشات الاخرين كلهم رباح. فريق المغربي كيحتل المرتبه 11 في تصنيف الفيفا. منتخب تنزاني 112. يعني الركراكي اللي عزيز عليه هاد الارقام هادو، راه غير هاد الرقم هذا كفيل بانه باش يقول لك شكون اللي خاصو يدوز لدور الربع النهائي. وكتبقى كره القدم بطبيعه الحال، ولكن لا عذر امام المنتخب المغربي باش ما يدوزش للربع النهائي وبالطريقه. وكنتمنى حنا غادي نهضروا على هذا الموضوع هذا في بودكاست اخر، في حلقه اخرى من البودكاست، ولكن يعني لا مجال للخطا في هذا اللقاء هذا.
دونك المنتخب المغربي بالنسبة لنا عنده حظوظ كبيرة باش يدوز، كذلك المنتخب النيجيري في المقابلة ديالو أمام الموزمبيق. يعني كنظن بأن المنتخب النيجيري بين على دور أول متميز. موزمبيق يعني فريق عادي، وامام نيجيريا ما كنظنش بان كتبقى كره القدم بطبيعه الحال كما كنقولوا، ولكن المنتخب النيجيري كنظن فارق كبير بينه وبين منتخب موزمبيق، ولذلك انا بالنسبه لي هما ما عندهمش علاش ما يدوزوش لهذا الدور ربع النهائي، لان اللاعبين ديالهم كتبان عندهم واحد يعني واحد تعطش باش يديروا شي حاجه في هاد لاكوب دافريك، ويصلحوا ما الخطا اللي داروا باش ما تاهلوش لاكوب دو موند ديال 2026. هادو هما جوج فرق، دونك المغرب ونيجيريا. اللقاء الاخر اللي بقاو هو اللقاء اللي غادي يكون ما بين المنتخب الجزائري ومنتخب الار دي سي. هذا لقاء يعني غادي يكون جدير بالمتابعه، لان المنتخبات كذلك متقاربين في المستوى. المنتخب الجزائري بين على يعني واحد المستوى، خصوصا في الهجوم اللي وسط الميدان الهجومي والهجوم اللي متميز. كيبقاو عندهم بعض الهشاشات الدفاعيه اللي شفناها خصوصا في الماتش ديال السودان. ار دي سي منتخب اللي نقدروا نقولوا متكامل، واللي يقدر يكون حتى هو الحصان الاسود ديال هاد لا كوب دافريك. والعلم فهو راه ديما كيخلق مشاكل المنتخب المغربي في لاكوب دافريك. دونك هذا المنتخب هذا يعني وصل لواحد المستوى اللي نقدروا نقولوا يقدر يخلق به مفاجأة في هذا الكاس، فحذاري حذاري منه. وكنظن في هذا اللقاء هذا جزائر ار دي سي كنظن بان صعب التكهن بشكون اللي فايز، ولكن حنا غنديروا ار دي سي لانه انا كما قلت لكم المنتخب الجزائري بين على سيغتان فيبليس في او نيفو ديفونسيف، وكنظن بان الار دي سي بلو كومبلي يعني كوم افيكتيف بارابور يعني المنتخب الجزائري. الماتش الاخير اللي بقى لنا هو جنوب افريقيا مع الكاميرون. هذا تا هو ماتش رائع غادي يكون، لانه فريقين المستوى ديالهم متقارب. الكاميرون كتبقى هي الكاميرون، فريق اللي عزيز عليه يعني بحال هاد الاجواء هذه ديال لا كوب دافريك. يعني كتلقاه يعني متعطش لخوض هذه المنافسه اللي حتى هو اللي يعني وكان عقده، كنعرفوا بان عقده للمنتخب المغربي. دونك راه اللي غيربح في هذا اللقاء هو اللي غيلعب مع المغرب. جنوب افريقيا كذلك منتخب يعني كيقدم كره قدم عصريه. وصلوا لواحد المستوى ديال التناغم اللاعبين، لانهم كما كتعرفوا اغلبيتهم جايين من سان داونز، كانوا في سان داونز. دونك عندهم هذاك لي زوتوماتيزم، عارفينهم حافظينهم مزيان، كنشوفوهم في اللقاءات ديالهم. الماتش ديال جنوب افريقيا الجزائر عفوا مصر خير مثال على ذلك. انا بالنسبه لي ذاك اللقاء كنا طبيعه الحال باغيين مصر تربح، ولكن جنوب افريقيا بينات على مستوى كبير، كانوا كيستاهلوا زعما صراحه، كانوا كيستاهلوا على الاقل التعادل. فاللي غيربح فيهم غادي يدوز يلاقي المغرب، وانا شخصيا كنفضل ان جنوب افريقيا تدوز. آه، عندنا حساب معها كما كتعرفوا لا ديرنيير النسخه الاخيره راه هما اللي قصاونا، وكنتمنى انهم تكون عندنا الفرصه اننا ناخذوا بالثار ديالنا. ونتمنوا ان السير كراكي يكفر على الاخطاء اللي كان دار في لاكان الاخرى ولا في اللقاءات الاخيره اللي شفناها ديال المنتخب المغربي. فهادو هما التوقعات ديالنا الكارت فينال، لا عفوا الويتيام فينال. ونتمنوا اننا يكون عندنا بلاطو ديال كارت فينال في المستوى، لان يعني صراحه الله كان غادي تبدا من الويتام فينال. كنشوفوا دابا اللقاءات اللي غادي نتفرجوا فيهم ان شاء الله، يعني لقاءات قويه وبالتاكيد اللقاءات ديال الربع النهائي هي غيكونوا ماتشات ولقاءات كما كنقولوا سخونه بزاف. فهذه كانت النهايه ديال الحلقه ديالنا. نتمنى تكون عجباتكم. ما تبخلوش علينا بلي كومونتير ديالكم وبالتوقعات ديالكم كذلك، والى الحلقه المقبله ان شاء الله.